مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج بادكاست. والنهاردة بقى حلقة مميزة وحلقة قيمة وقامة، وطبعا هنتكلم على حلقة يعني فنية حلوة بس شقية. والنهاردة واحد من القامات الفنية، وواحد أنا شخصيا بستمتع بشغله، يعني سيبك من الجانب الإنساني يعني والصداقة، ولكن هو بجد من أشطر الملحنين في الوطن العربي وفي مصر بدون مبالغة. أحمد العتباني صديقي، أهلا وسهلا بيك في البودكاست. حبيبي يا بات والله، وتسلم على الانترو الخطيرة دي، يعني ربنا يخليك. ازيك يا عتب؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ الحلقة دي أنا خايف والله أنا أكتر. بص، حاسس إن أنا جاي بسلم نفسي تسليم أهالي كده، بس إيه لا ما تقلقش يعني، خصوصا إن الأوضة دي تحديدا يعني إيه شهدت على على حاجات تكلم بلا خوف. ازيك يا عتب؟ عامل إيه يا حبيب؟ كله تمام، كله حلو قوي الحمد لله. طبعا يا جماعه اللي مش عارف احمد العتباني، احمد عمل الحان مهمه كتيره جدا، ولا دبلت للفنان انغام، وعمل للفنانه بلقيس اغنيه اسمها شطاري، اغنيه خليجي، عمل حاجات لجنات، عمل حاجات طبعا اوبريتات كتير لمصر، يعني حاجات كان فيها طبعا الفنان بقى سلطان. عمل يا لزم قشر امور وقشر عايزك يا حلو بتاعت الفنان مصطفى حجاج. عمل حاجات يعني جميله جدا، بس هو مؤدب وخجول لدرجه مخليني عايز اعمل له بلوك، اقسم بالله. يعني مؤدب بلا داعي. يعني احنا البودكاست ده عن ان انا عايز ادردحك يا ابني بقى شويه، بقى حرام عليك كده. انت اللي عارف الحقيقه يعني. ماشي انا عارف الحقيقه، بس مش معقول يعني، مش معقول اللطافه دي. ده انت مؤدب جدا يا جدع، فاهم؟ انت عارف الدارك سايد بقى، عارف دي حقيقه. طيب احكي لنا بقى من الاول السطر. من انت عتباني كان في البدايه مش عايش في مصر، المايك معاك. انا بقولها كتير، بس انا انولدت بالكويت اصلا. انا ايوه قعدت 18 سنه بالكويت. 18 سنه في الكويت. انت تعلم في دي بانه سارق يعني بقى عشان كذي اتحكي كويتي عدل. فانا اتولدت في الكويت و18 سنه جيت بقى هنا على الجامعه. والحقيقه لا يعني مبسوط بالخطوه دي، لان انا كان المفروض ان انا يعني اكمل هناك وكده، بس مبسوط ان انا لا اصريت ان انا يعني اجي، لانه حاجات كتير اتغيرت في الحياه. حاسك عايز يعني تقول حاجه، بس انا كنت عايز اروح مكانك بصراحه. وديني انا هناك يا سيدي وابقى انت ما براحتك. والدتي كانت مدرسة مزيكا، فيمكن بداية الموضوع، حب الموضوع جه من هنا يعني. اوكي. جيت هنا يعني سريعا كده، كنت يعني مقرر انا عايز اخش ايه، وده نادر في الفترة دي ان حد يبقى عارف هو عايز ايه كده. انا والدي الله يرحمه كان مدرس فرنساوي، وانا بحب اللغات عموما، بحب الانجليزي جدا وكده. انا جاي انا ألسن خلاص ومقرر. بس معلش ثانيه، انت قبل ما تيجي من الكويت اوكي امتى عرفت ان انت عندك التالنت، ان انت بتغني؟ وسبيشال ان برضو انت يعني اختك طبعا ربنا يخليها، هي برضو انت بينكو جاب كبير شويه، فانت برضو عايز اقول قد ايه عشان بس عشان ما نتجابش يعني، عشان ما نتجابش. فانت قول لي، هو الموضوع برضو انت الطفل المعجزه لسه صغير، ايه اللي خلاك بقى عرفت ان انا عندي التالنت امتى بالظبط؟ يمكن البدايه الفعليه كانت من لما جيت مصر، بس قبلها لا يعني كنت مثلا في ابتدائي كنت في نفس المدرسة اللي والدتي فيها، ففريق المزيكا مع والدتي. في اعدادي بقى اللي هو متوسط يعني مشارك برضو في فريق الموسيقى. الفترة دي برضو بتبقى لسه الدنيا مش مبروزة، مش واضحة قوي بتعمل حاجات كتير بالظبط. انا بالنسبه دي عايز اقول لك ان انا كمان والدتي مدرسه موسيقى، وانا بدات ادخل الفريق وبدات اخد مراكز لما مشيت اصلا. يعني فضلت طول الوقت اللي هو بقول لك ايه، هيقولوا ابن المس، ما يقولوا ابن المس، وبعدين نروح هناك فاقول لها ماما، تقول لي يا مس. ماما مس ايه؟ ما هو عارفين انكم ماما. كمل. اوكي. بالشيء يذكر ان انا والدتي برضو كانت بتلحن الاناشيد بتاعت المدرسه واحنا في ابتدائي، فيمكن دي برضو من الحاجات اللي زرعت فيك ان في حاجه اسمها كده، اللي هو بالظبط الكرييشن اصلا، فكره انه الحاجات دي هي اللي عاملاها، بتقعد تالف الله يعني، وحاجات طبعا بتبقى جمل يعني بسيطه عشان الاطفال، بس كان بيبقى احساس ممتع جدا. ماما هي اللي ملحنه ده. يعني فتره الكويت ما كانش فيها حاجه يعني
تذكر قوي، غير انه مثلا افتكر ان في امتحانات ثانويه عامه مثلا انا ببقى قاعد بغني طول الوقت وانا قاعد بذاكر، اللي هو فاللي هو يا حبيبي يعني ذاكر بقى، بس انا قاعد. وكان ساعتها افتكر يا عيني يا ليل، كانت لسه بقى نازله 2003، فيعني الفتره دي كانت يعني عشان اسف لازم احط انسيرت ارجوك. فنان عادل الفار كان زمان ارحم عامل ألبوم كده، وكان في إفيه بيقول، كان في أغنية بتاعت لو تهت ما تسألنيش، مين ساعة طبعا. بس راح طالع في النص قال لك انا كنت في معهد القلب بتعالج، سبته وهربت عشان الغنى. فانا حسيت فجأة فانت تقول انا بصراحة عمال اغني وبما انك برضو ذكرت اختي، اول حد جاب لي جيتار كانت هي في الفتره اللي هي بتاعت ثانويه عامه. انا خلاص بقى واضح ان انا ايه مندوه بدات خلاص في المزيكا، خلاص في الموضوع ده ومقرر، بس في نفس الوقت مش مقرر، مش نازل مقرر ان دي تبقى دراستي. لا انا عارف ان الدراسه حاجه والمزيكا حاجه، فانا نازل مقرر ان انا ألسن. بنت عمي كانت معيده في الألسن ومعرفاني بقى هناخد لغه اولى ايه ولغه تانية ايه، وانا خلاص بقى مسيستم اموري كلها. اوكي. بس الفكره انه انا اصلا من المنصوره وكنا يعني بيتنا في المنصوره، وفكره انه يعني انا كانت التربيه في الكويت مقفوله شويتين. الطفل النيرد اللي هو ايه ومشارك في كل الانشطه وبتاع، يعني عارف مذاكره الانشطه اللي هي شعر وقران كريم ومش عارف ايه. فانا كنت عارف اللي هو ايه يعني في سنه كده عارف اللي هو الطالب الذي شارك في كل الانشطه، بتكرم عن كل حاجه. اللي عارف مجمل اعمالك سيبك تقول. والحمد لله. وكنت دي برضو بذكرها عشان بعد كده هقارن لك. يعني انا طول عمري الحمد لله متعود ان انا شاطر في المدرسه، يعني كنت طالع السادس على ادبي في الكويت. أوكي. فانا يعني لا يعني بالنسبه لي الدراسه حاجه مهمه وانا شاطر فيها. لما جيت هنا بقى لا ما فيش القاهره، انت هتقعد في المنصوره، انت بتحب الانجليزي خش تربيه انجليزي، خش ادبي. انا مش عايز اطلع مدرس، انا عايز اخش ألسن وعايز اطلع مترجم فوري، ترجمه فوريه قسم. انا محدد قوي انا عايز ايه. اوكي. فاللي هو ما تلخبطوليش الخطط يعني. لا مفيش قاهره، انت هتقعد في المنصوره، واحنا خايفين عليا وفاهم خايفين ان انا انزل اتغرب باضواء المدينه بقى، عارف فلاحه ابرت واضواء المدينه بالظبط. فعارف خلاص بقى ما كانش لسه في حته التمرد يعني، جت بعدها بشويه، ما كانش لسه في اقول لا لبابا وماما، دي ما بتحصلش يعني. هعمل ايه طيب خلاص ما يشوفوا بقى تجاره انجليزي مستقبلها حلو. انت عارف الفتره دي كانت البنك بقى ايوه كانت لسه بقى البنوك بقى ايه بومينج وبتاع بالظبط. وانا علاقتي بالارقام وحشه قوي زي علاقتي بالوقود النووي يعني فاهم ازاي. فدخلت للاسف تجاره انجليزي، طبعا كليه جميله في المنصوره الحقيقه، كانت كليه لطيفه يعني. طب انا بقى ايه، ما احنا بقى هنا لنا وقفه بقى. فكره بقى ايه الطالب اللي جاي من الخليج بقى على مصر بقى وفي المنصوره، تعالى احكي لنا بقى انت الشباب استلموك ازاي؟ حضرني فتره. انا طبعا كنت يعني انا الديفولت بتاعي انا مش طويل، انا 1.70 متر، والديفولت بتاعي ان انا تخين، فده خلاني بلبس بقى حاجات اوفر سايز معظم الوقت وايه. والفتره دي 2005 عارف 50 سنت بقى، عارف المحفظه ميامي المحفظه اللي بسلسله. لا أيوة. عارف المحفظه اللي بسلسله اللي هي فانا طبعا انا داخل جامعه المنصوره بالستايل ده، فمش قادر احكي لك طبعا. فمش عارف ليه كنت بعمل كده، بس ده كان يعني ده كان لبسي ساعتها. ده العادي هناك ده العادي هناك، وايس كابات بقى في الشتاء. ولا كان الموضوع فكنت بدخل المدرج بجد يعني عارف اللي هو زفه، وفي ثقه في النفس ما اعرفش يعني جايبها منين، اللي هو لا انا الستايلش يعني. الحمد لله خرجنا من الجامعه، خرجنا منها. انت في الجامعه بقى قابلت طبعا ناس اصدقائنا فنانين كتير، هنقول مين بس يعني قول لي بقى يعني احكي لنا انت التأثير بتاع دخول الجامعة ده ايه، وهل انت دلوقتي ممتن للتغيير اللي حصلت، يعني ممتن للفكرة اللي حصل ده؟ بداية الموضوع اصلا جت ازاي؟ انا بالنسبة لي اول ما دخلت الجامعة النشاط كان بالنسبة لي اول يوم اصلا رحت فيه الجامعة سألت على النشاط المزيكا فين، فاستاد الجامعة رحت غنيت الحمد لله اكسبتد، وخلاص بقيت بالنسبه لي اللي هو حاولت في الاول احضر كده، وبعدين ايه لغايه ما ايه لقيت انا قلبي رايح هناك، انا خلاص بقيت اخلص محاضرات في الاول يعني. وبعدين تقريبا بعد كده الموضوع كله خلاص هو في الكورال والمزيكا والمزيكا يعني في فريق الجامعه. قابلت مين؟ قابلت مصطفى جد
حبيبي طبعاً. وصديق عمري طبعاً. يعني وصاحب عمري. وطبعا مصطفى جاد يا جماعه بوجه له التحيه. مصطفى جاد ملحن الكبير طبعا. والمنتج وجوز الفنانه الكبيره كارمن سليمان، بوجه لهم التحيه طبعا. ومبروك على الالبوم الجديد. وبعد كده عرفت مين؟ عرفت كريم بغدادي، ودي كانت صدفة بقى يعني. احنا جروب كده، كريم سابقنا يعني. كريم كان نفس كليتي، تجارة انجليزي المنصورة. بحب اقول تجارة انجليزي، ما بحبش اقول تجارة انجليش، بحس عارف شوية. يا عم قول تجاره انجلش، يعني انت لما تقول تجاره انجلش ده انت من المنصوره جدا، قول يا عم تجاره انجلش. لا اصل بالمناسبة يعني يعني كمادة علمية يعني تجارة عربي اشطر مننا بكتير. اوكي. بس المفروض اللي يميزنا اللغة يعني. أيوة، فاهم ازاي؟ المهم رحت كنا قاعدين جروب كده، وبعدين قالوا لنا النهارده جاي لنا كريم بغدادي. فكريم كان اوريدي خلص ما شاء الله جامعه واشتغل في احد البنوك يعني اللي هو فيه تقريبا لحد دلوقتي. بالظبط. بالمناسبه يا جماعه بس برضو بوجه التحيه لكريم بغدادي الملحن الكبير، وكان عامل حاجات لذيذه، عامل طبعا. انغام عايز اعيش عمري بحريه ومحدش يحاسبني. طبعا بتمنى الفنانه انغام ان هي تقوم بالسلامه وترجع تمتعنا. يا رب. كمل. وبعدين اللقطه دي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا، لان كريم حتى بقول له لغايه دلوقتي انت في فتره من الفترات كنت مثلي الاعلى. ليه؟ لانه شخص اتخرج من نفس كليتك، تجاره انجليزي المنصوره، وكان يعني كان مخطط برضو ان انا اخلص واشتغل في بنك برضو نفس الحياه بتاعت خريج تجاره انجليزي. اوكي. وانه ما شاء الله جنب ده محقق في المزيكا. انغام ما شاء الله ما كانتش نزلت ساعتها، بس كان نزل له اي صورتي يعني لما بتفتكرني بتعمل ايه في صورتي، بحبها قوي الغنوه دي. بعد كده انغام وانغام اللي هي اغنيه محدش يحاسبني طبعا. اوكي. ربنا يقومها بالسلامه يا رب، طمنا عليها. ففكره البالانس ده كان حاجه بالنسبه لي، غير بقى انه كمان كريم ما شاء الله ملحن شيك قوي، ملحن شيك وحضوره شيك وهادي جدا، مش مزعج، ما بيسحبش الاكسجين من الجو، يعني شخص جميل بصراحه. بيجي لنا من اكتوبر عشان نقعد في مدينتي، فيعني احنا نحييه يا جماعه، الراجل ده بيشقى معانا يعني، فاهم؟ يعني فتره من الفترات انا حتى كنت بقول له عارف متاثر بكوردات، واحب الهارموني بتاعه جدا جدا طبعا، هو فنان ليه كده ما فاهم ازاي. اقول له كورداتك مش سالكه بتاع، يحب يلعب الناينث والابعاد يعني فاهم ازاي. أيوه. فبس وانا كمان كنت اقعد اقول له الكورد ده ايه والكورد ده ايه، ما كنتش بقى مش هحلك انا، قول لي بقى الكورس دي. فلا كنت بحب الحانه وبحب ستايله وبحب صوته جدا طبعا. بس فمن الناس اللي فرقت معايا بصراحه جدا واثرت فيا بصراحه كريم. دي كانت البدايه، واستمرت بقى ان انا في فريق الجامعه انا بغني والحمد لله كنت سوليست يعني في المسابقات وفي الحفلات وكده. جنب ده ابتداء من تاني سنة مثلا في الجامعة، الحمد لله أول سنة دراسيا يعني عديت بالعافية. فكان يعني تمام عدى بقى موضوع المزيكا يعني. تاني سنة بقى خيشنا شوية، فابتدى يبقى انت المزيكا من البيت اللي سحلاك بقى. ابتداء من تاني سنة ابتديت ان انا يعني اعمل جمل كده اللي هو ادندن حاجات والله وانا اللي بكتب، ما كانش لسه في حد طبعا يعني فاهم ازاي مصدق انه يديني فانا بكتب وبلحن كده واسمع اللي هو انت اللي عامل ده، طب والله لطيف. فواحده واحده الواحد ابتدى ياخد ثقه شويه، ابتدى في ناس تديني كلام، شعراء اصدقائنا بقى من الجامعه بقى، احمد يحيى اللي عمل معايا اغنيه فنان محمد عدويه فاول حد اداني كلام قال لي طب بقول لك خد لحن ده. فالواحد ابتدى ياخد شويه ثقه انه طبعا يعمل شويه كريدت كده، كام 3-4 اغاني نقعد نسمعهم كده مع اصحابنا والناس بتتبسط. وكريم بغدادي يقول لي حلو قوي، مصطفى جاد يقول لي لطيف جدا كمل. فده حته التلحين ابتدت تيجي من هنا. انا معلش بس بدون قطع حديثك، انا لو قلت انا اتعرفت على مصطفى جاد من خلال صديقه جزائريه وهو مصري عادي جدا، وهي عرفتني عليه في ظروف عباسيه جدا. هي كانت معايا في تصفيات ستار اكاديمي 2007. كريم عرفته ازاي بقى؟ البنك اللي هو شغال فيه لحد دلوقتي ده كان جاي اعلان، والاعلان ده المفروض ان هو لحنه واللي هيغنوا الموظفين. بقول لك ايه، انا اليوم ده اتطفى في جسمي سجاير، يعني مش قادر اقول لك. انت موظفين طبعا لا يفقهوا شيء،
وهم كلهم بينشزوا، احنا حولنا النشاز ده لهارموني، احنا حولنا النشاز ده ان هو حاجه عشان اللي هو بس كملي زي ما انت فاهم بتقول فاحنا ايوه هو صوت الذبابه ده احنا عايزينه فاهم. وكان ساعتها بقى اسامه سامي جه هو مين دول وايه اللي بيحصل وصراحه سابني وماشي. فبقول له هو فين الموزع؟ قال لي هو اللي كان موجود ده. قلت له هو ايه التوحد اللي هو فيه ده؟ بالمناسبه اسامه يعني ده اسامه سامي ده رفيق الكفاح بقى طبعا يعني ده حبيبي موزع كبير بنوجه له التحيه طبعا اسامه سامي حبيبي. ده ابتدينا بقى مع بعض يعني بس اسامه طبعا ما عرفتوش من الجامعه. ايوه somehow يعني عرفته من اصدقاء عرفتهم من الجامعه، بس يعني هو كان سابقني في الدراسه وكان حقوق اصلا. اوكي. فما كنتش بشوفه في الجامعه، بس عرفت بقى ان هو وكان يعني اوريدي عنده الاستوديو بتاعه في المنصوره وكده، والاستوديو في المنصوره يعني مش حاجه بالظبط لان مش كتير. ايوه بس وابتدينا بقى يعني نعمل ديموز، وبرضو انه يعني فاهم تلاقي حد بيقول لك طب تعالى اعمل لك الغنوه دي، اعمل لك ليها ديمو، فبتبدا تاخد ثقه برضو ان في حد معترف باللي انت بتعمله. بالظبط يعني شويه فاليديشن كده من الناس اللي حواليك يعني. بس فالموضوع يعني ابتدى من هنا بقى ياخد شويه خطوات الشكل البرو. طيب الخطوه بقى اللي كانت محتاجه جراءه شويه وتمرد شويه، وهي فكره ان انا هسيب المنصوره واستقر في القاهره عشان الدنيا في القاهره. احكي لي بقى دي اتعملت ازاي؟ اعتقد انها من 2009 دي كانت انت متخرج بقالك سنتين مثلا؟ لا مش متخرج انا. لا انا انت كملت. انا عشت انا متخرج 2008 انا خدت 2004 اتخرجت العادي فاهم. احنا الاثنين 87 أي. بس احنا انت كنت هنا، انا اللي ده بيبقى جاي من الخليج بيبقى فيه سنه فرق، هو متاخر سنه اوريدي. اوكي. فانا داخل 2005 انت تلاقيك داخل 2004 صح؟ دخلت 2004 2005 انا داخل 2005. المفروض كنت اتخرج مثلا 2008 اعتقد. بالظبط. لا انا 2011 يعني ما انا بقول لك انا سنتين يعني انا دبلرت سنتين، ويعني مش عايز اقول بسبب 87 ده كفاءة الاوكتان يا جماعه، ده مش تاريخ الميلاد بس. اكمل ماشي اكمل وبعدين يلا نفول. تعال نفول كانت بتفول عليا. بس يا سيدي 2009 جيت بقى اعتقد دي كانت الثالثه، كنت بعيد ثالثه بقى. اوكي. فقررنا انا ومصطفى طبعا جد كان اوريدي سابقني، كان بيشتغل في يعني حاجه ليها علاقه بالفاشن اعتقد. مظبوط. وهو كان ماسك الجزء بتاع الماركتنج والفيجوال بالظبط ما شاء الله، لان هو زي ما قلنا قبل كده هو في الحته دي مصطفى عنده الفيجن وال بس اوريدي كان شغال في الحته فيها، كان سابقني وموجود في القاهره قبلي. بس قررنا بقى انه يعني قلت له انا عايز انزل اقعد في القاهره، قالت يا عبد الله هنقعد سوا. فطبعا ده بالنسبه لي كان بوش رهيب. فلاول مره هنا بقى كان في التمرد بقى، ما كنتش عارف قبل كده اقول بقى لا، المره دي قلت لا. ظهر بقى الوش اللي انا عارفه مش الوش بقى اللي هو المؤدب. ايوه خدتوا قرار ان انتوا خلاص خدنا قرار ان احنا هننزل القاهره، نقعد في القاهره بالظبط. هنا بقى انا بلغتهم قلت لهم بصوا يا جماعه انا ده قرار اجرت شقه مش عارف. قلت لهم انا يعني ما تزعلوش مني، لا مفيش كده. قلت لهم انا حقكم عليا، انا اسف، انا مش باخد رايكم، انا ببلغكم بس ان انا هنزل اقعد في القاهره. وانا كنت بعيد على سنتين على مادتين، يعني بعيد السنه على مادتين، فاللي هو مش محتاج اقعد هناك يعني كده طبعا بس خلاص يعني. بدايه طبعا كانت صعبه يعني. مش فاكر كان معايا دفتر توفير كده فيه 12,000 جنيه تقريبا. يعني انت دلوقتي انت تم استلامك من الفبعه وتم اصطيادك بقى وانت جاي من الكويت للمنصوره، بعدين تم اصطيادك من المنصوره للقاهره بالزبط. انت يا حبيبي عمال تاخد في وشك فاهم. بالمناسبه انا يعني قبل ما منزل استقر في القاهره، اول سنه دبلرت فيها دي انا اوريدي مثلا اشتغلت حاجه بره المزيكا، اشتغلت وكنت سيلز وبنزل. انا بقول ده عشان انا في الفتره دي قبل ما استقر في القاهره كنت اوريدي بسافر كتير، يعني بشتغل مثلا الصبح في المنصوره، اخلص اسافر اروح اقابل الله يمسيه بالخير الشاعر محمد عاطف،
نقعد نشتغل نعمل اغاني، ارجع المنصوره تقريبا ما كنتش بلحق اروح البس لبس الشغل واروح الشغل. فكنت عارف وفرحان بالفتره بتاعت ايه اللي هو. بص انا برضو مقتنع يعني تاكيدا للنقطه دي ان هو كل واحد انت كل حاجه بتحصل في حياتك بتبقى ممتن ليها طبعا. بعدين اللي هو فكره اقل تفصيله لا بتفرق. هو طبعا. ده مثلا عودك ان انت تسافر مسافات بالزبط. ده خلاك مبسوط بفكره ان انا بقى اكتف، فخلاني اللي هو طب واي نوت ان اروح هنا، طب ليه ما اعملش كذا. فمفهوم يعني انا اي كان ريليت، فانا فاهم قصدك يعني. يعني كان في شويه يعني كونتاكتس لطيفه الحمد لله كمان من اسابيع شباب الجامعات. اوكي دي كنا بنشارك فيها على طول انا ومصطفى. فكان لما بنروح مثلا القاهره او اي، بس القاهره تحديدا لان انت عارف يعني القاهره هي كل حاجه المركزيه بالظبط. بنعمل شويه كونتاكتس من الجامعات حوالينا ومن الناس تسمع انتوا يا جماعه فين، طب ليه، طب لما تيجوا تقعدوا هنا يعني ما تستقروش ليه. ده شجعك بقى في شويه كونتاكتس. تعرفت الفتره دي على الفنان حبيبي احمد جمال طبعا صديقي العزيز. طبعا بنوجه له التحيه يا حبيبي احمد جمال. فالفتره دي يعني كان في شويه كونتاكتس لطيفه يعني. انا بمناسبه اسبوع شباب الجامعات ده، انا اول ما دخلت الكليه خدت اول جامعه غنى، اول جامعه القاهره. خلاص قالوا لي تعالى معانا، قلت لهم ايه البتاع ده؟ قالوا لي هتيجي منتخب الجامعه. قلت لهم يعني هلعب باك يا هعمل ايه في منتخب الجامعه؟ قالوا تيجي. قلت لهم بقول لكم ايه، احنا هنسافر. قلت لهم ده انا مش هاجي عشان كده. قلت لهم انا بلا سافر بلا مش عايز وجع دماغ. لا ده كنا بنسافر بس كان في الاقصر واسوان وكان في كان في المنوفيه وكان في لا كنا يعني عارف كنا انا ما روحتش الاقصر واسوان لحد دلوقتي. والمره الوحيده اللي رحت فيها الحته دي كنت شغال مراسل، وكان مطلوب مني اعمل تقرير عن تعامد الشمس على وش رمسيس الثاني اصلا. وبعد ما وصلت والسفريه صد رد خلاص وصلنا وبقى متداس على وش الشاف قدامي، وانا مش عارف انا فاكر رمسيس ده موقف، لقيت بقى ايه وبقى معبد فيلة ومش عارف ايه، لا فيلة ايه مش فيلة، لا ده ابو سمبل، وهنروح وهنصور مش عارف ايه. المهم وصلت وكان معانا حاجه اسمها SNG اللي هي محطه بس فضائي عشان تطلع لايف. كنت ساعتها مراسل القاهره القناه سوري انا فاكر. ووصلنا وعشان نوفر في البادجت طلعت معايا اللي هو بتاع المهندس بتاع البث الفضائي والكاميرا مان معناش بتاع صوت، فبتاع البث الفضائي هو اللي يمسك الصوت اي حاجه. والمفروض SNG ده في سنه 2008 ادفع عليه 1700 جنيه فيزا عشان تطلع الطياره، طلعتها ببلاش يعني. مش اتكلمت مع الضابط وبقول لك ايه وانا فلوسي وقعت وعايز ارجع طنطا اي كلام. المهم ايه الراجل عداني، رحنا شلنا SNG دي مثلا بتاع يعني مثلا بتاع 70-80 كيلو، شلناها ونزلنا بيها نزله المعبد وهطلع لايف بقى من قدام التعامد. لقيت مرشد سياحي انت بتعمل ايه بايه؟ قلت له هطلع لايف اصور التعامد. قال لي انت فاكر التعامد في الغروب؟ قلت له امال ايه؟ قال لي ده في الشروق. اسود. عايز اقول لك بقى وبعدين يعني النوبه دي عظيمه، هي فيها المتحف ابو سمبل او معبد ابو سمبل يعني، فيها الاوتيل اللي احنا قاعدين فيه، فيها مكان اسمه البيت النوبي وعربيه كبده. هي دي البلد يعني، هو دي بس. احنا خلصنا خلاص. والفكره بقى ان انت بمقاييس القاهره يعني مثلا السواق جاي لنا، فانا الساعه 2 بيقول لي هبدا اتحرك. قلت له ماشي ابدا اتحرك. قلت له بقى ننزل احنا بقى ناكل على بال ما دقيقه لا تقول لي انا وصلت. طب جزاء بقى الالتزام ده انت هتقف تستنانا فاهم. وخلصنا وطبقنا ورحنا البيت النوبي ده صورنا وحاجه بقى. احنا بكار جدا بقى، حاجه بص عروض عظيمه. بس انا مش شايف قدامي، احنا مطبقين ومن 3 الفجر واقفين قدام المعبد عشان نصور التعامد. خلاص الشروق امتى؟ 6:15 مثلا، الشمس ما طلعتش. واحنا بقى ايه، احنا بقى السياح واقفين طوابير والمحافظ واقف والدنيا. فاللي هو لا بقول لكم إيه؟ انا بقى مستني من جوه المعبد بقى فاهم انت. فضلنا ها مفيش. راح وش رمسيس منور، لقيت لك بقى والطبول بتاعنا. خد الشوت ده ويلا نجري. خلصنا 7:15، طيارتنا كانت 8:15. احنا لمينا الشنط وطرنا. رجعت هنا مش شايف قدامي. حصل حادثه كبيره جدا. اول ما حصلت رحت قافل تليفوني، السلام عليكم، لان انا عارف ان هم هيكلموني يقولوا انزل غطي يا جماعه انا لسه بتداس على وشي من. بس فهي دي علاقتي بقى ان احنا نزلنا في اسوان ترانزيت. هو دي الحته الوحيده اللي رحت فيها الاقصر واسوان. وعايز اقول لك ان النوبه طيران من اسوان حوالي ساعه اصلا يعني، مش حته قريبه. فدي علاقتي بهنا يعني فاهم. بس كملي. فمنتخب الجامعات بالمناسبه معلش بقى يعني صرت كده ملوش لازمه. كنت سمعت في حلقه من حلقات الدحيح مره ان هو معبد فيله مش فيله. انا اسف كمل. انا اسف عشان انا ما اعرفش. احنا عامه كنا في ابو سمبل يا جماعه، فاحنا تمام يعني. كمل يا باشا.
بس يا سيدي فبقول لك كنا يعني لقيت كونتاكت شجعتك بالظبط انك ان تيجي انا تستقر في القاهره. استقر جيت بقى. كانت بدايه الحقيقه طبعا مش هقول لك يعني صعبه، بس فكره فقد البوصله طبيعي، مش عارف، ما عشتش لوحدي قبل كده كمان يعني طبعا انا ومصطفى، بس الفكره انه يعني شويه مسؤول عن نفسك. بالظبط. فالبدايه كانت شويه يعني فيها تخبطات كده، بس يعني الحمد لله الواحد برضو مش يعني مش طاري، متعودين على الكحرطه يعني. فكانت بدايه يعني موفقه والحمد لله يعني. وده كان بالنسبه لي خطوه مهمه جدا بعد استقراري في القاهره، والحمد لله انها ما خدتش وقت طويل. اول حاجه نزلت لي كانت مع يعني صديقتي العزيزه مي كساب، كانت في فالنتاين 2010. يعني انا نازل مثلا في اراوند يعني نص 2009 مثلا او اخر 2009. فالنتاين 2010 كانت وحشتني، دي اول حاجه تنزل لي بقى اوفيشالي في السوق، وكانت بالنسبه لي خطوه مهمه جدا. اللي هو يا جماعه انا الحمد لله يعني اكزيست وبتثبت لاهلك كمان ان انا الخطوه دي كان ليها داعي. كمان هي الفنانه مي كساب وجلات تحيه في الفتره دي كانت بومينج طبعا بتامر وشوقيه، وليها اعمال كتير. بس احكي لنا بقى ايه، لان انا عارف الملابسات طبعا الفنان اشرف محروس صح كان هو اللي بيوزع، بوجه له التحيه طبعا دكتور. احكي لي بقى الدكتور عمل ايه لما انت سمعته؟ يعني بالمناسبه الدكتور اشرف محروس هو مش دكتور في المزيكا، هو دكتور في هيئه الطاقه الذريه اصلا. محدش عارف الموضوع ده. فانت حاسس ان انت قاعد اصلا مع عالم. أيوة. يعني يعني في المقابل هو في المزيكا طبعا يعني عالم برضه، عالم جدا مفيش كلام ما شاء الله يعني، وليه ذوق وليه استاذنا يعني جدا وأعمال مهمة جدا يعني. نحلمي فنانة أنغام طولة العمر ليها وذكرى الله يرحمها، أعتقد المسيني المحي طبعا. أنا نفسي في باب بيطول، أنا عارف أنا نفسي في بتاعت ذكرى الله يرحمها، باب بيطول عليك. حاجات مهمة جدا لذكرى تحديدا، وطبعا رجاء بالمليح رحمة الله عليها. المهم انا من كتر ما انت قاعد مع حد يعني، هو طبعا هو مش حبيبي مش موتر خالص، بس انا من كتر ما انا عارف لسه جاي بقى يعني زي ما في بقى صراعات داخليه بقى، لو انا عايز اثبت نفسي وعايز اثبت ان انا موسيقي شاطر وقاعد مع حد قامه كبيره، فانا عايزه فاليديشن وعايز فاليديشن من مفهوم كذا حاجه. اولا مثلا حاجات اللي حضراني يوم حبيبي قاعد بيلعب كده على البيانو، هو لما بيلعب انا ببقى عارف اي حد اعتقد بيبقى مسحور من الهارموني، ان هو ما شاء الله يعني كان من الناس اللي لعبت مع عمر خيرت، فهو ما شاء الله كميوزيشن كمان يعني بيانيست خطير. ايوه لسه حاضرين له حفله قريب. بالظبط، حاجه مرعبه يعني، حاجه يعني. المهم انه قاعد بيلعب كده، هو قاعد بيحسب حاجه كده وبيقيس، فبيقول الدي يعني ايه، الدي تبقى ايه. فقلت له بكل بقى سذاجه، فبقول له الدي تبقى الري يا دكتور. فهو حبيبي يلبس نظاره كده، فبص لي من فوق النظاره كده قال لي انا اكيد عارف ان الدي يعني الري بس انا بدور على حاجه تانية، انا بدور على التآلف بس. عارف حسيت انه يا ارض شقي وبلعيني، انا ايه اللي بقوله ده؟ بس طبعا انت عارف ان الارض دي في الحاله دي تبقى ايه؟ امنع الكلام انت مواليد كام يالا؟ خد تعال نمسح السلم الموسيقي قاعد فبيقول لي الكوبليه ده بقى ممكن يبقى واحده كبيره. فانا اللي هو لوهله كده اللي هو ما يكسب شابه صغيره واحده كبيره ايه. انا بقول له مين يعني يا دكتور؟ ايقاع واحده كبيره. قال لي لا بقول لك ايه، نركز شويه بقى. حاضر يا دكتور انا اسف. شخصيه من كتر يعني رقيها وجمدانها في المزيكا عملت لي، لان هو ده اول حد انا اتعاملت معاه. اول حد اتعاملت معاه كموزع موسيقي بقى، طبعا بعد اسامه وبعد اصدقائي من المنصوره. فاول حد ما شاء الله قامه كبيره اتعامل معاها في القاهره. وللاسف بقى هو رفع لك سقف التوقعات كمان في الجاي جدا يعني. واحنا طبعا مجال صعب يعني، مجال صعب لانك بتقابل ناس مختلفه بامزجه مختلفه بالتزامات مختلفه بباك جراوندز مختلفه يعني، كشياكه في التعامل ده بعيدا عن جمدانه في المزيكا،
نقطة كمان مهمة جدا ان هو يعني انا بالنسبة له يعني النقطة في بحر يعني، فهو انه بيشتري مني كمان. طب انت دي شايفها ايه، متخيلها ايه؟ مش حاسس انه اللحن، طبعا انا كنت لسه بلحن براحتي، فعامل لحن 3 كوبليهات كل كوبليه بلحن، فطبعا لقيته بيقول لي مش كتير يعني، مش حاسس ان انت متقل ايدك. طبعا انت عارف انا يعني هو قال لي في معين كده مش هينفع نقوله عشان القناه تتقفل بالكاميرا بالدنيا. فقال لي مش حاسس انه يعني متقل ايدك، فقلت له والله يا دكتور يعني. قال لي تمام بس ما تبقاش تعمل كده يعني، اللحن ده يبقى خف ايدك شويه يعني، 3 ألحان الناس هتحفظ ايه ولا ايه؟ لسه ما كانش عندي الحسابات دي، انا بعمل النولج بتاعت اللي احسه يعني أيوه. فاهم الكلام اللي احسه بلحنه. طب احنا عايزين نسمع بقى يعني، سمعنا كده الغنوه بتاعت وحشتني الفنانه مي كساب. يلا بينا. وحشتني مع ان صورتك وانت عارف ما غابتش ثواني عن عيني. وحشتني مش عايزة اسمع حتى اسف، كفاية تقول وحشتيني بكلام حنين، تهون اللي انا عشت فيه وتطمن الخوف اللي قلبي خد عليه. وانا لو علي مش ناوي اسأل حتى ليه بعدت عني وسبتني. وحشتني وحشتني يا جدع يا جدع، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. لا يعني انا والله شهادتي فيك مجروحه يعني، شهادتي فيك عشان في موجود عليها مش مجروحه بس والله ان انتوا عارفيني طبعا، اللي عارفيني اللي بتدخل تشتمني على النت عارفيني انا ما بجاملش يعني بجد والله. لكن الحته دي في التلحين هو ما بيعملهاش غير عتباني، وكان سابقه فيها الاستاذ خالد عز. يعني هو حته ان انا مراعي الزمن بتاع الاغنيه وبسمعك تحويلات مقامات فيري سموث بطريقه ناعمه جدا، بسمعك ده وبوصل لك الاحساس ده، فمش اي حد يفصل بالمعلمه دي. العلبة اللي بتشتمني دي عايزك تشرح لهم ايه الفرق بين اللحن والتوزيع، لان الناس مش فاهمه ايه الفرق. وانا نفسي اتنبح وانت عارف ان انا عصبي، فاللي بيدخل يشتمني بروح داخل عامل له فيديو يعني، فاهم انت؟ فانت اشرح لنا ايه الفرق. بلغه بسيطه جدا، اللحن هو تنغيم الكلام، هو كل يعني الميلودي او اللحن كل ما يتعلق بالكلام. ماشي. التوزيع هو كل اللي حوالين ده بقى، بداية من الانترو الموسيقي، الباك جراوند اللي تحت الغنى. طيب اشرح لي اكتر. يعني انا دلوقتي راجل عايز اعمل اغنية، فانا الشاعر الغنائي اداك ورقة مكتوب فيها اغنية، راح مديها لك اتفضل يا استاذ احمد، انت بتعمل ايه؟ ماشي. طبعا يعني خلينا نبدأ بالاولد سكول يعني، او الطريقة التقليدية، ان انا بنغم الكلام. فانا مثلا لو حاجه زي اللي انا لسه مغنيها، انه وحشتني مع ان صورتك وانت عارف ما غابتش ثواني عن عيني، هي جات لك كده؟ اوكي بالظبط. فانه بتخيل بحس انه لو واحده هتقول كده لحبيبها هتقوله ازاي. وطبعا الالحان بيبقى ليها وقع يعني، هو بالزبط. مثلا ده من مقام اسمه العجم او الماجير، فده مقام متفائل فرحان، وحشتني. بعد كده راح محول مقام تاني اسمه كورد يعني، ده مقام اكثر رومانسيه. اللي هيدخل يشتمني بقى اقسم بالله. كمل يا باشا. وبعدين حته بس من عطف كمل بس. المهم مش عارف يا اخي، فانت نغمت وانت بتجز عن انا بجز بلا دعوه، وفاهم جزات مفاجاه يعني، اللي هو فجاه بروح مسايك ولا اوكي. فانت لحنت الدور هنا بتاعك، مش هنقول انتهى ولكن اكتمل الى حد ما. بالزبط. ممكن بقى بعد كده انت بتعمل الفواصل الموسيقيه اللي هي الالات. الموزع ده بقى بيقعد على الكمبيوتر، طبعا زمان ما كانش الموضوع كده ولكن بالزبط. دلوقتي بقى كده، بيقعد على الكمبيوتر بيلعب الالات بالبلدي كده تراك بايده بحاجه اسمها ميدي كنترولر عامله زي الاورج،
وبقى ممكن اجيب بعض الالات بتبقى لايف زي مثلا الجيتار، زي مثلا ممكن بقى لو انا راجل بقى المطرب صارف ممكن نجيب درامز، نجيب وتريات اللي هي الكمانجات والتشيلو والكلام ده. بس في المجمل انت دورك بينتهي عند ان الكلام اتنغم. بالظبط كده. اوكي. بعد كده بيجي الموزع طبعا بيحط زي ما انت قلت كل الانبوت بتاعه بقى في التراكات، الفواصل الموسيقيه. ممكن اكون انا عاملها يعني انا ملحن السولو مثلا، اوكي، الفاصل الموسيقي اللي هي المزيكا اللي في النص. بالظبط. كمل. وممكن يكون انت دعوه، انا بص انا سيبني انا بشترك مع العيال دي، مالكش انت. كمل يا باشا. الانترو الموسيقي، الباك جراوند زي ما بقول لك، الاوترو، هو ده الموزع هو اوكي اللي بيعمله. فبس زي ما بقول لك دي كانت وحشتني دي. خلصت دي مع الفنانه مي كساب. بالظبط. طبعا بقى اسامي كتيره ما شاء الله، جنات، انغام وهنجيلها دي قصه لوحدها، محمد فؤاد وهنجيله ده قصه لوحده، عم عبد الباسط حموده ده قصه لوحده خالص. تشوز يور باتل، يعني اختار انت عايز تبدا بمين، يعني فاهم؟ يعني عشان انت طبعا انت عارف، انت يعني من دايرتي القريبه يعني، وكل اصدقائي القريبين عارفين انا يعني حبك لانغام. يعني انت كذا مره يقولوا انت انغام على راجل، يعني لان معظم الحاني حتى دي اول حاجه قلتها لك، قلت له كل الحانه تنفع الانغام. بالظبط. بعدين نشوف بقى مين الاوبشن الثاني لو هي ما ردتش، يعني لو هي ما ردتش عليك فاحنا نشوف بقى ايه مين تاني. ربنا يا رب يطمنا عليها ويقومها بالسلامه ان شاء الله، وتفضل دايما ماليه حتتها وصوت مصر، يعني ربنا يخليها. بص انا ليا راي في الفنانه انغام. هو الموضوع بالنسبه لي قوه انغام مش هنا، قوتها هنا طبعا. يعني فكره هي مزيكاتيه، المينتاليتي وفكره التجربه، ان انا ما بخافش اجرب، اللي هو انا هعمل اغنيه. احنا الناس كلها نازله بهتات وانا بعمل اغنيه بدوي اسمها وحدانيه. طبعا تحيه لفهد يا جماعه، ده حبيب قلبي طبعا. ولسه شاري منه حاجه مدلع ما علينا. بعدين الموضوع ده بينا وبيقرا بعد، مش عايز اقول بقى احنا في بينا بلاوي. المهم يعني فالفنانه انغام هي بتجرب وجريئه، وهي بتعمل اللي بتحبه. يعني مؤخرا بقى في مراعاه عاير السوق شويه، حسابات السوق من ستريم شويه بذوقها بطعمها طبعًا. فانت طبعًا. سامع حاجه ايه الجمال ده يا جماعه. هل في حد بالجرأة انه في عز الصيف اللي فات ينزل ألبوم معظمه درامات، ألبوم طلاق، ألبوم انفصال، يعني في عز الصيف وعندها ما شاء الله. بس يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على دي غنوه. تحيه لكل الصناع، طبعا غنوه عبقريه يعني. طبعا. احكي لنا بقى على مرحله انغام، اغنيه ولا دبلت. بالمناسبه انا دي بعتبرها اهم يعني خطوه في مشواري يعني الفني، لانه انا طبعا هي عندي في حته لوحدها، وكمان انا دي كنت حاجه عارف عن تشيك ليست كده، كل واحد عنده تشيك ليست. ايوه انا هشتغل مع انغام. بالظبط. أيوة. الموضوع بدا بدايه بسيطه. انا يمكن كنت ببعت لها حاجات كتيره جدا على واتساب، بس دي من المرات الحمد لله يعني كان حظي حلو وسمعت، ويا دوب اول ما بعت الغنوه دخلت هي اللي سمت الغنوه. انا كنت مسميها حاجه تانية، كنت مسميها سأل عنها. ايوه. فدخلت كتبت لي الله حلوه قوي ولا دبلت، مين معايا؟ فعارف بقى انا بسجل فويس نوت وامسح، بسجل فويس نوت وامسح. انا لو بجد انا يعني انت متخيل، فلغايه ما عرفت اتمالك نفسي. ولا عبد زكريا الدردير في درس الرحله، زكاويه الدوديوي وده بس. فطبعا رضيت عليها وكنت مبسوط جدا. والغنوه دي انا يمكن يعني بعتها في 2017، هي نزلت 2019 بالظبط. هي كانت كلمات نور الدين محمد طبعا صديقي العزيز، ولحنك وتوزيع احمد ابراهيم. بالظبط. تمام. احكي لي بقى قصتها. لا طبعا عارف قصتها. أوكي. بس احكي لي بقى من الاول، لان الاغنيه دي مرت بفيزز وكانت مهدده ان هي بالظبط ما تنزلش، تخرج من القلب. بس يعني هي اوريدي كان يعني معمول لها ديمو حلو جدا 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 مع حد جامد قوي قوي قوي. طيب الديمو يا جماعه للعيال اللي بتشتمني عشان برضو نشرح الديمو ده عباره عن ايه. دلوقتي انا عتباني عامل لحن حلو، شياكه منه مش هروح اسمعها على الجيتار، فبنعمل ايه؟ بروح لموزع بيعمل لي شكل تصور كده الايقاع هيبقى عامل ازاي، المزيكا عامله ازاي. وهنا بقى بتيجي معضله عند الموزع، اللي هو
طب انا اعمل توزيعه كامله وابقى حطيت مجهودي في حاجه بنسبه كبيره مش هاخد فيها فلوس الا لو اتقبلت، ولا اعمل حاجه تدي شكل وشغل ما يبانش فيها قوي؟ فهي دي برضو بتبقى معضله عند الموزع، لان هو الموزع اكتر واحد بيصرف فلوس وبيجيب مكن وبيجيب كروت صوت وبيجيب حاجات، فبرضو ايه نوضح الحته دي. فانت عملت الديمو بالزبط. مع طبعا شخص عزيز علينا واسم كبير جدا بالزبط. وانا كنت سامع الديمو كان رهيب. حاجه هايله، ولكن هو ساعات المطرب بيحب يرتاح مع حد معين او بيشتغل مع حد معين. هي دي اصلا النقطه بقى ودي من الحاجات اللي ريحتني عموما بقى، وجهه نظر. هو الفن عموما وجهات نظر طبعا. يعني فكرة انه ليه ما خدش مني، طب وليه بينزل الحاجات دي، طب ليه؟ عموما الفن وجهات نظر، ودي حاجة لما خلاص ابتديت اقتنع بيها كده عادي، كل واحد ليه بجد وجهات نظر، والموضوع سبجكتيف لدرجة يعني مرعبة. مفيش ان انت تتفق على حاجة، دي حاجة صعبة جدا. كل واحد ليه ذوقه وليه التفاصيل اللي يعني يحسها او ما يحسهاش. حاجه زي اللبس كده اللي هو عليك حلو اجي البسه، لا هو عليك حلو طبعًا مش عليا مش لايق زي ما هو حلو عليك، مع ان احنا ممكن نكون نفس المقاس نفس كل لا بس. فاخدت الغنوه، عرفت انه اتوزعت برضو قبل ما احمد ابراهيم يوزعها مع استاذنا كلنا، استاذ كبير برضو، بس يعني مش هينفع نقول ذكر اسماء. بس ما طلعتش هي الغنوه جيبسي، هي الغنوة جيتارات وجيبسي فلامينكو يعني بالظبط. فتاخدت في سكة تانية، فده طبعا ما كانش ملائم لعدلة الغنوة زي ما بنقول. بس هو برضو سؤال تاني، الأغنية دي انت ما كنتش اصلا عاملها للفنان أنغام، انت كنت متصور حد تاني. بالظبط. يمكن ما كانش حد بعينه الحقيقة، بس انا كنت شايفها ان يعني كنت شايف كده في تويست تصور للصورة انه هو بيقول ولا دبلت ولا قبلت تعيش على الرف من بعده. انا كنت متخيل لها كده ان هي على لسان راجل، على لسان راجل. اوكي بالظبط. وبيطلع في الاخر يعني بيبقى عارف الكليبات اللي هي طول اللي فيه الشخصيه كده غامضه طول الكليب، مش وبيطلع في الاخر هو عمرو حسام بالظبط. بتخني يا عم حسام، يطلع هو عمرو حسام بالظبط. اوكي تمام. فبيطلع في الاخر الشخص اللي باين طول الكليب مثلا من ظهره او كده، بيطلع هو نفسه النجم اللي بيغني او المطرب اللي بيغني، فانه ولا دبلت ولا قبلت تعيش على الرف من بعدي بقى. اوكي. فكنت متخيل لها كده ستوري بورد، وكنت بعرضها على، مع انها على لسان ست بس كنت بعرضها على مطربين يعني طبعا رجاله، ومن الناس اللي سمعتها وعجبتها كان فنان يعني حمائي، وهو يمكن كمان اللي شجعني قال لي أنغام سمعت دي، فقلت له يعني انا بعتها قبل كده، وكان نور بعتها وكده، فيمكن لما بعتها تالت او يعني دي كانت مره بقى، عشان كده بقول لك كان حظي حلو ساعتها انه يعني هو سبحان الله النصيب. مع انه فكره عموما الواتساب ما بقتش حاجه يعني، طبعا عموما شغل كتير بيحصل عن طريق الواتساب، بس الفكره انه ما بقى لازم تقعد وتسمع فيس تو فيس. ده بيفرق جدا في البيعه والطريقه والسمع والدنيا طيب. والاغنيه بقى بعد ما اتنفذت مع استاذنا الموزع الكبير برضو ما كانش تمام، والغنوه خلاص بقت مهدده ان هي ايه بره الالبوم، تتشال من الالبوم. ويعني ده كان يعني بالنسبه لي كان ممكن يبقى صدمه كبيره يحطمك. بس الحمد لله طبعا لما عرفت انها يعني في الالبوم اتبسطت جدا، وزي ما بقول لك يعني بالنسبه لي انا العصفوره قالت لي ان هي نزلت بالاغنيه دي مخصوص عشان خاطر عيونك انت ونور، دي حقيقه، وانا يعني ببارك لها ولا مبروك علينا. وانا ما عندكيش فكره قد ايه انا مبسوط ان يعني اخيرا بقيت موجود في تاريخ حضرتك يعني. فبتقول لي يعني انا يعني قالت لي كلمه ان انا مش عمري ما كنت، لانه ما شاء الله الالبوم اوريدي كان فيه اغاني فيه يا نهار ازرق يعني تقايل قوي يعني نزوه على حسك في ايامي. في اغنيه يا جماعه اسمها هبدا من الاخر، دي اغنيه ابناء عاملين يا لهوي. يعني انا عايز اقول لكم سر كده، انا سمعت الالبوم ده قبل ما ينزل من احد مصادري يعني وهو لسه، وقال لي هسمعك في غنوه اسمها على حسك في ايامي دي هتجننك. طبعا سمعتها في العربيه، بعديها على طول سمعت هبدا من الاخر. انا كنت فجاه بتحول بقى
طبعا كانت توزيع العسال كريم حبيبنا اسامه طبعا. ومصطفى العسال اللحن، طبعا. بقول لهم التحيه. اوكي كمل لي. فالاغنيه هي قالت لك ايه بقى لما قالت لي ما كنتش هقدر ان انا يعني اكثر بخاطرك؟ اكثر بخاطرك حاجه بالمعنى ده انه والحمد لله الغنوه يعني الحمد لله يا رب. انا شايف انه يعني مفيش برنامج حفله ما بتغنيهاش. هي اغنيه جميله وكانت مختلفه عليها، يعني هي برضو ما عملتش حاجه كانت الستايل ده قوي، وكانت غنوه فيمينست جدا. فكل الستات المجروحه الستات يعني بيحبوا الغنوه دي حب. انا مش هاجم المراه الحلقه دي، انا هاجم العيال اللي بتشتمني بس على النت، لكن انا مش هاجم المراه خالص. المراه حبيبتنا ولا دبلت. نسمع حته بقى من ولا دبلت عشان ايه. ولا دبلت ولا قبلت تعيش عرف من بعده، صحيح وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرضه. ولا دبلت ولا قبلت تعيش عرف من بعده، صحيح وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرضه. سأل عنها وكان فاكر هيلقاها بتتوجع، وصل له الرد والظاهر ما كانش الرد متوقع. قالوا له انها حلوت بقت ما تخافش وتقوت، وجرحك فيها ولا موت ولا علم ولا دبلت ولا انا هقول ايوه تعيش عرف من بعد، صحيح وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرضه. انا مش قصدي ان انا اقول غنى، انا قصدي ان انا اقول على الواقع اللي حصلت. وبقول يا رب ينسى. انسى ايه؟ انا البات انسى ايه؟ الاغنيه دي كان فيها واقعه. هو الكلمات كانت مكتوبه على ما اذكر، سأل عنها وكان فاكر هيلاقيها بتتوجع، وصل له الرد والظاهر ما كانش الرد متوقع. قالوا له انها حلوت بقت ما تخافش وتقوت، وجرحك فيها ولا موت ولا علم ولا ضيع، عشان تبقى نفس الرايم او نفس الوزن والقافيه بتاع متوقع وهتتوجع. فالفنانه انغام قالت له ولا علم ولا غير. فطبعا عتباني ساعتها بقى جالي وانا زعلان وهي قالتها غلط بتاع، او مش زعلان بس اللي هو انا اولا هي يعني كبناء غنوه، يعني هي ممكن تبقى قافله ناقصه بنسميها كده، اللي هو هي مش راجعه على حاجه بالظبط، يعني فمالهاش ريفرنس خلاص، ما رجعناش للرايم اللي فوق بالظبط. بس يعني انا بالنسبه لي دي التقطيعه المرضيه ليك او الرايم يعني المرضي ليك كملحن. فانا اول مره سمعتها يعني فاللي هو عارف اللي هو خد شوك كده، الناس كلها حواليا والقعده دي. انت كنت موجود في القعده؟ كنت قاعد في البيت. انت ناسي؟ لا ولا دي كانت قبل القعده اللي عندك في البيت. دي اللي كانت في مصر الجديده يوم ما سمعنا بالظبط كده. فانا لو تفتكر كان ماما معايا، انت زعلت كانت والدتي معايا وقاعده بقى مبروك يا حبيبي، لان عارفه طبعا الخطوه دي بالنسبه لي عامله ازاي وكلكم، وانا اللي هو الحمد لله بس في ولا علم ولا ضايع. فطبعا انت عبيط يا ابني، بقول لك ايه يا ابني اتبسط يا ابني. هو انت مالك اكتر من مالك ليه؟ ما تتبسط، هي نفسها مبسوطه. بعدين انغام تقول لي هي عايزاه بالظبط، الست براحتها. لا الافيه بقى لما كلمت الشاعر فكلمت نور، فقلت له بعد ما الالبوم نزل طبعا، فبقول له انا عارف ان انت الحته دي مضايقاك. قال لي ايه اللي مضايقك؟ قلت له يعني عشان هي انغام قالت ولا علم ولا غير. قال لي انغام تقول لي ايه عايز؟ ايوه بالظبط، هتقول لي اساسا انت مش فاهم. قلت له ده كده طبعا، بس يعني انا يعني قال لي اتبسط يا عتب، اتبسط يعني. بالظبط. طيب احنا بقى في جنات طبعا واحده من احلى الاصوات اللي انا بحبها، انت كنت عامل لها، والشخصيات طبعا سكر، انت كنت عامل لها حاجه مغربي اعتقد. طيب دي كان ايه قصتها؟ ده كان اول تعاون، انا اشتغلت مع جنات يعني مرتين، دي كانت اول حاجه في 2013. اوكي.
يعني الفكره ان الغنوه دي ايامها الحمد لله كانت محققه وكانت مسموعه طبعاً، في الشارع، جداً، لانها جداً. كانت لو تفتكر بدايه ظهور المهرجانات، والغنوه كانت واخده شكل المهرجان إلى كانت حد غنوه ما. سريعه انا فاكر. كده يا حبيبي ترميني على شوق وتقلب حالي من تحت لفوق، تقول بالعافيه وبالذوق هتغير هوايا، انت فاكرها الله. خلاص سايبه، لا 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 لا، هي بنات الناس لعبة ولا إيه الحكاية. وبعدين بيخش انا كنت المفروض يعني استاذ سعيد امام مسيه بالخير جاب لي غنوة شعبية لمطرب جزائري اعتقد اسمه الشاب رضوان. طبعا تمام. وقال لي احنا عايزين نعمل جزء الجنات. استاذ سعيد امام برضه عشان نوضح بوجه له تحيه، اللي كان مسؤول عن شركه روتانا في مصر. اوكي. فعملت كذا خيال وكان منهم الخيال ده، بس كنت عامل الخيال ده ان هو يبقى زي اوترو كده للغنوه يعني. اوكي. قال لي هو ده. طب انا كنت عامل حاجات هو ده خلاص. بس ففي ناس فاكره ان يعني حتى ان الغنوه كلها لحن انه نورمال ترارارا نقبر عليها نورمال، ده مش لحن، ده مش تبع غنوه اوريدي يعني معروفه. بالنسبه بما ان الراجل ده قال الالسن وبتاع واللهجات، الراجل ده عامل معاه حاجات مغربي. احنا عملنا اغنيه للفنان هدى سعد بوجه لها تحيه طبعا، وكانت اغنيه المنتخب المغرب لما صعد كاس العالم 2018. والافيه بقى ان الكليب ساعتها، وانا ساعتها سيكبت بقى لان انا لقيت الكليب كله اجوان المغرب في مصر، فقلت له يا هدى بتضايقنا يعني مش قادر افهم. قلت له مش عارف هو اجوان الوداد في الاهلي واجوان هو في ايه، هو ده جزائي يعني فاهم انت. فعملنا حاجات مغربي وهو قرد في اللهجات، وتلاقي حته فرنساوي بيعمل معايا في او عراقي يعني مش ممكن يعني مره خلاص بقى مش هقول الموضوع ده، بس اللي هو انا كان مطلوب مني في او عراقي، فلقيت الناس بيقولوا لي عايزين في او عراقي، فبعت لهم عتباني قالوا لي ده عراقي، قلت لهم لا بس كان عايش في الكويت. قالوا لي ايه العلاقه؟ هي جنبها مش انا مع تمام، هو انا مش فاهم هو الحته دي بقى تمام بس، ونزل والدنيا ده فاهم بلاوي زرق. مهم كمل. غير بقى جنات واللي طبعا صوت انا بحبه وبعشقه، احكي لنا بقى ايه على الفنان محمد فؤاد. كنت عامل معاه غنوه جميله طبعا فوقش يعني بوجه له التحيه، نجم كبير وتاريخ كبير. وهو الراجل ده جروفي. يعني ايه جروفي؟ هو بيحب يغني مقطع مع الايقاع، يعني حبيبي يا حلمنا عشت عمري بستنى، هتلاقيه في كل اغانيه بيحب ايه يبقى فيه تقطيعات معينه كده. فاحكي لنا بقى. وكانت غنوه اعتقد حاجه للانتخابات بالظبط. اوكي. كانت كلمات بوغه. مسيه الخير. صديقي شاعر محمد البوغه لقيته بيكلمني كده وبيقول لي ايه حاجه كانت تقريبا التعديلات الدستوريه او حاجه كده. فقال لي بتعمل حاجه الفوقش وكده وتعالى نجرب نعمل حاجه. فقلت له يلا بينا جدا. طبعا الفوقش يعني من التشيك ليست برضو ان طبعًا انا طبعا سي في كبير ده استاذنا طبعا. فالحمد لله عملت خيال كده وانا يعني الحمد لله انا بحبه جدا، تقمصته كده، ومن اول خيال كده اتبسط ويلا بينا ننفذ. وطبعا المواضيع في الحاجات دي بتبقى سريعه يعني اللي هو يلا دلوقتي حالا يعني ننفذ لانه الغنوه هتنزل مثلا كمان يومين. فتمام. رحنا الاستوديو طبعا في مدينه نصر. ده استوديو الفنان محمد فؤاد طبعا. هو بتاعه كنت قابلته قبل كده بس المره دي بقى كان يعني في شغل بقى. فدي كانت حاجه بالنسبه لي خطوه لطيفه يعني. قاعدين هو اقترح كده استاذ محمد واحنا قاعدين قال عايزين بس نزود جمله هنا مثلا، يعني جمله كده كاننا عايزين نشجع الناس ان هم ينزلوا ينتخبوا. لا 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 لا. فقلت له حلو ده. يعني مثلا يا استاذ محمد نقول انا بقترح يعني كده وانا واقف انا نازل مين الجاي. قال لي حلو ده. انا نازل مين الجاي. حلو ده. حلو ابوغه صح. فقال له حلو جدا شكرا ربنا يخليك يا رب. تمام. بص بقى ونقول ومعايا ترمس شاي. فقلت له يعني احنا هنبقى على نفس الوزن ده يا استاذ محمد. قال لي لا احنا هنقول كده. فانا انا بصيت لبوغه قلت له يعني احنا في نفس الوقت. قال لي لا احنا معايا ترمس شاي. احنا هنقول معايا اشرب وانت ساكت. فانا ببص لبوغه يعني فبوغه عمل لي كده تمام اسكت. هو عارف بيبيع ايه بقى.
الفكره ان الموضوع اتنفس كده، انا نازل مين قال جاي ومعايا ترمس شاي. فاكر انا ساعتها بعت لك فيديو لقيت الفنان محمد فؤاد طبعا بوجه له التحيه نازل الانتخابات وهو شايل صينيه عليها ترمس شاي وكوبايات فيها تي باجز شاي، فاللي يعني هو الناس اللي حوالي حواليه يا استاذ محمد بقى شايلين يعني صينيه فيها كوبايات فيها شاي. ايوه بالظبط. وهو حبيبي شايل الترمس شاي بيصب شاي على على كوبايات كرم فيها مفيش فتة كده. شاي أصلاً. الناس دي مش هتنام طول عمرها من كتر الكافيين، فاهم؟ عايز اقول لك على الفنان محمد فؤاد قابلته مره واحده، وكانت انا قعدت طبعا كل علاقاتي عباسيه بالناس، فقابلته في بنزينه. كانت مره أصلاً. كنت شغال مراسل وقلت له بقول لك ايه انا بعمل مزيكا وبتاع، وهو اتخض من دخلتي جدا، ولقى شاب موسيقى جون سينا في الخلفيه وطالع له من تانك البنزين. قال له مين ده؟ قلت له عايزين. قال لي تعالى لي الاستوديو في مدينه نصر بس، وبعديها ما نسيت يعني ما اعرفش، وهو ما كانش فيه اصلا مابس ولا بتاع فما روحتش يعني. لا بس هو يعني الكاركتر اللي في الاغاني هو في الحقيقه كده هو ابن بلد الجدع عسل يعني حد بصراحه يعني قريب للقلب قوي. طبعا. طيب نسيب بقى ده ونروح بقى على ايه، على عم عبد الباسط وبس. انا عايزك بقى تحكي لنا على القصه إيه؟ دي لا احكي اللي تحكيه، انا ماليش دعوه، انا هسكت انا اهو، وانا ساسكت كثيرا يعني، فاهم انت؟ عشان انا ما ينفعش اتكلم اهو. اتفضل. برضو العامل المشترك بين دي بوغة برضو. صديقي العزيز برضو. فلقيته بيكلمني بيقول لي احنا نعمل حاجه. دي كانت غنوه لفيلم اسمه الخلبوس، كان بطوله الفنان محمد رجب طبعا. فبيقول لي الفكره المطلوب انه عايزين نعمل غنوه شعبي هاوس لعبد الباسط حموده. اوكي. فالتركيبه انا الحاجات دي يعني بتوترك. لا بالعكس، اللي هو الله طب ده حلو قوي، طب يلا. وكان قبليها يعني الفنان عبد الباسط حموده كان عامل انا طير جريح وضايع من الدنيا ريح مع حسن الشافعي طبعا ونيكول سابا. بالظبط ونيكول سابا. فكان هو عامل يعني بس كان عامل موال، ما كانش مغني غنوه هاوس from A to Z يعني، هو الانترو بس. عملنا حاجه تيمه شعبي لطيفه وقطعناها على الهاوس. وكمان بوغا كان كاتب يعني اللي هو كان عامل الافيه المشهور بيه جدا عم عبد الباسط اللي هو الحاجات دي اللي هي أيوة. الضحك بتاعه اللي بيدخله في الاغاني ده. انا عايز اقول لك بس بدون قطع حديث، انا طير جريح وضعيف دي معلقه معايا ليه؟ انا اصلا يعني عرفتها لان انا شفت واد لابس ماسك باتمان وكان بيقول انا طير جريح وضعيف على انه باتمان، وعمال لابس الماسك وعمال يغني الاغنيه وبيعيط، وبعدين قطع على باتمان وهو بيتضرب من بين. فانا اللي هو فاهم انت، فاللي هو انا جت في قلبي اللي هو انت بتهني هاو دير يو. كمل لنا. فبوغا كاتب حاجه اللي متفصله على الفنان عبد الباسط حمود اللي هو ايه يا خلبوس ريح، عارف اللي هو يعني مفصلها غنوه متفصله. اوكي. المهم فزي ما بقول لك عم عبد الباسط كان لسه عامل حاجه هاوس مع حسن الشافعي ونيكول سابا. فاول ما تقابلنا في الاستوديو هو يا حبيبي فاكر انه الهاوس ده حاجه او بيت مثلا او جونرا هي بتاعت حسن الشافعي. اوكي. فهو يعني مش هحاول اختار كلامي بس هو لقيته يعني انتوا يعني فيما معناه اتفقتوا مع حسن يعني كده. هو فاكر ان في كوبي رايتس للجونرا دي. فانا مش فاهم. فبقول له حسن مين يا عم عبد الباسط؟ قال لي حسن الشافعي. على ايه يا عم عبد الباسط؟ انا مش فاهم ايه العلاقه. هو الهاوس ده مش بيت، هو دي كانت توزيع طبعا. هاوس يعني كانت توزيع الفنان باسم منير طبعا. ده ملك الشعبي طبعا. فبقول له حسن ايه اللي جاب حسن الشافعي؟ طبعا فنان كبير بس يعني ايه علاقته بالغنوه هنا؟ فبيقول لي اتفقتوا مع حسن. مش فاهم. فلقيت بوغا بيقول له يا عم عبد الباسط اتفقنا وكله تمام. ايوه بوغا انت ايه مش مهم تفهم يا عتباني ماشي. فهمت طلع يا حبيبي هو فاهم ان الهاوس ده دي حاجه بتاعت حسن الشافعي. اوكي. فان احنا عشان نعمل حاجه هاوس دي لازم نستأذن حسن يعني. هو قال لا يزعل. فقلت له لا مش هيزعل، لا الجزم بره الهاوس. فهمت احنا داخلين. عايز اقول لك الفنان باسم منير علاقتي بيه برضه غريبه جدا. اشتريت منه مايك قبل كده هو جنبنا. انا كل علاقاتي عباسيه ما شاء الله. انت يعني عارف اللي هو بجد الناس كلها اللي هو ناس اصلا يعني غريبه ان انت تعرفها ملهاش يعني. علاقه بقى يا بابات يا ريس، بنغطي مساحات كبيره. طيب فاحنا بقى ايه، اشتغلنا شعبي واشتغلنا مغربي واشتغلنا حاجات في كل حته. الخليج بقى اللي هو نقطه قوتك اللي انت بتبيع بيها، واللي اصلا هي الاصول يعني هي الثقافه اللي انت من البدايه عشتها. احكي لي بقى.
يعني الحمد لله كان سهل عليا شويه بحكم عيشتي هناك وولادتي هناك، انه ابقى مترجم التقطيعات والهنكات والاوزان طبعا بتاعتهم، لان هي مختلفه خالص عن الشغل في مصر، لان انت عندك موازين كلها موازين شاذه وموازين مكسوره والايقاعات غريبه علينا، المقامات برضه تلاقيهم بيقولوا سيكا كتير مش عندنا طول الوقت ده، حتى بتبقى مش مستساغه قوي للناس بالزبط. هنا يعني ما بيحسوا ان في حاجه غلط بالظبط. يعني الحمد لله من اول يعني مره كنت قاعد في قاعده كده مع اصدقاء، فكان في يعني ملحن خليجي ما شاء الله يعني كبير، يعني مش حابب اذكر الاسماء يعني، بس اللي هو لانه كانت في اطار اللي هو ايه شويه، طب بقول لك انت انا هغني غنوه وانت حاول بقى تقول لي الايقاع بتاعها ايه. ما كنتش لسه عندي النولج بتاع اسامي الايقاعات، بس عارف ان انا لو سمعت لحن اعرف العب معاه رتم يعني. فقلت له هتبقى كده، فده بالنسبه له كان اللي هو يعني حلو ان حد مصري عارف يلعب بالوزن ده يعني. يعني مش قرنانه مني، بس هو الفكره ان انا ثقافتك يعني هي المزيكا زي اللغه، انت مع الوقت بالظبط. طب فالحمد لله برضو ده اداني ثقه شويه ان انا ابدا يعني الحن خليجي، اتواصل مع شعراء، والحمد لله يعني فكره التويست بتاع انه حد مصري يعني بلقيس مثلا يعني طبعا بوجه لها تحيه. وهنيجي بقى ايه، لان انت عملت لها شطاري، ودي من اكتر الاغاني يا جماعه. الشطاري دي كانت ليها قصه كده، انا قبل ما اطلق يعني كنت لسه متجوز، وبعدين سمعت الغنوه فرحت قايل لطليقتي قلت لها ده غناه، قلت لها، فرحت بعت له قلت له ولا ابعت لي الديمو انا عايز اسمع هو غناه. هو يعني هي بلقيس متاثره جدا بالاداء اللي هو قاله، لان هو كمان انتوا زي ما انتوا سمعتوا هو ما شاء الله صوته عظيم يعني، ما شاء الله مطرب كبير. فسمعنا شطاري، هي كانت كلمات مين؟ انا بدايه بس أنا بقول لك فكره انه انا اول ما بعت لها الغنوه على الواتساب وبعدها فويس نوت ان انا ملحن مصري، هي انبهرت طبعا من الفكره. ايوه طبعا. انت لو حلفت لي انه يعني لو حد حلف لي ان اللي بيغني في الديمو ده هو اللي بعت الفويس نوت دي، انا عمري ما هصدق. فطبعا قلت لها بقى الديباجه ده اللي انا بقولها دايما، انا انولدت في الكويت وقعدت 18 سنه في الكويت عشان كذا. هو اللي بيقول انا ماليش دعوه يعني، لو دي اللهم ان كان هذا سحرا فابطله. كمل يا باشا. وبعدين بس فطبعا هي كلمات شاعر صديقي محمد الشريده، شاعر كويتي، ولحنك وتوزيع رامي سمير طبعا. توزيع رامي سمير طبعا الموزع الكبير صديقي بوجه، ان شاء الله يبقى معانا هنا في حلقه. وقايل له من يومين كان معاه، قلت له اجي معاه في حلقه، بس لما المهم كمل معانا مش مهم. اوكي بس يا سيدي. وبلقيس يعني من اكتر الناس كمان اللي اشتغلت معاها في الخليج، يعني صوت جامد قوي وشخصيه تخليك يعني تطمعك، اللي هو في الاستوديو تبقى قاعد اللي هو انا عايز اعمل لك احلى حاجه. لا هو ده حلو قوي، بس ممكن نجرب احلى. طبعا فيري تالنت طبعا ما شاء الله. ولنا الفنان احمد فتحي طبعا يعني واحد من اكبر الفنانين في الوطن العربي والعوادين كمان. وبعدين برضه يا جماعه من ضمن العباسيات رامي سمير اللي موزع شطاري، وهي هتسمعوها دلوقتي اغنيه عظيمه، اغنيه حزينه جدا. رامي هو اللي عامل 3 دقات، وهو اللي عامل زمن المجامله للفنان عمرو دياب، وعامل حاجات لابو ومحمود العسيلي. فبس انا حابب اقول لكم ان احنا احنا عندنا ناس جامده قوي، يعني عندنا ناس جامده قوي، وناس عندها دايفرستي وعندها تنوع وعندها الكلام ده. يلا سمعنا بقى شطاري اللي عملتها للفنانه بلقيس، هنا حزينه على اللي احنا بنعمله. الموضوع صعب، استحضر بعدين. تبقى عاليه شويه معلش. لا ارجع، ما تقولها من البي ماينور كده. شطاري تسألني عن حالي واخباري، وانت اللي غبت شهور لاهي ومو داري. شطاري ترجعلي علمني شطاري، وانا اللي مرتاح جدا حيل بغيابك. رجالي تسألني عن حالي واخباري،
بس الضمير اللي خوان بالهوى وجابك تيرارارارا تارا تي الله عليك الله عليك الله عليك. لا حاجه، راجل يا جماعه مفتخر اقسم بالله العظيم، ورايق وجميل، وانا الوحيد اللي عارف سيديهاته. انتوا مش عارفين بجد انا في الوسط ده ايه يا جماعه. انا عارف حاجات كتيره قوي، والعيال بتدخل تهاجمني ومش عارفه. لا ده اقسم بالله ماشي. الكاميرا دي دايره شايفيني وانا بهددهم. طيب الابوبه بقى في حياتك ايه بقى؟ انت طبعا مؤخرا الحمد لله ربنا رزقك بنوته جميله، الدنيا بقى غيرتك ازاي يعني؟ احكي لي بقى. حطينا مراحل كتير قوي. لا حاجه يعني اولا يمكن هي يعني الحمد لله يا رب عوض ربنا الحمد لله. وحاجه كده بعيش يعني تجربه فريده جدا، لانه انا دايما كنت احب يعني فاهم ازاي اربي بيتس وكده، وبعدين صحابي القريبين كانوا يا عم بقى بكره يعني طلع الحنيه دي في ايه في ولادك بقى ان شاء الله، عشان ايه كنت بقى اصدقائي اللي عايش معاهم اللي هو لا مش هنربي احنا ايه ما تبقى قاعد لوحدك بقى يعني فاهم ازاي. جولد ريتريفر بقى ولا قطه شراس بعيد عننا، فاللي هو ايه الحنيه دي بقى ايه لا في الحمد لله يا رب ربنا يديمها يعني بوند كده لطيفه، وربنا يخليك يا ربنا. بس هما عيله جميله وويلكمينج وفيري وورم بجد والله يعني بجد. انت عارف انا مربي ايه دلوقتي؟ انا مربي العيال اللي بتشتمني في لا بهزر ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. طب ايه بقى لسه ما نزلش تقدر تسمعه لنا ولا مش هينفع؟ يعني بقاش تحبسنا يعني فاهم. كده انا فهمت انت منزل ايه. بس انا بقى في حاجه يعني، ودي غالبا هتبقى اخر حاجه لان انا طولت عليك. تجربه بقى التعامل مع البوب بقى بهاء سلطان، احكي لي بقى. انت اشتغلت معاه قبل كده حاجات اعتقد اوبريتات صح؟ يعني اول شغلي معاه كان هيبقى في ألبوم ديني كنت عامله اعتقد 2014 مثلا 2000 في الرينج ده 2013 2014، وكان ألبوم أدعية كده كنت عامله مع استاذ حسن عطية الشاعر الكبير طبعا. وبعد ما خلصنا الاغاني يعني للاسف الالبوم ده ما نزلش، وكان يعني مؤثر فيا جدا لانه كنت بقى يعني انا بلحن للبوب بقى واغاني متفصله بقى صح. برضو بتبسط ان يبقى عارف اللي هو عامله هيتقال. يعني انت برضو ايه دايما انت اصل يا جماعه هو الملحن والموزع والمؤلف طبعا الشاعر، يعني انت بتحس ان انت عامل زي الستايلست او زي الترزي. انا بفصل لمين يعني في الاخر لما انا الاقي مثلا سوبر موديل او مثلا شاب هبقى بعمل له حاجه بمزاج لان عارف ان شغلي هيبان. فانت بهاء سلطان طبعا ده تنين مجنح يعني برضه في الاخر موضوع كبير يعني. مبدئيا كمان هو من اطيب الشخصيات اللي ممكن جميل طبعا واكثرها احتراما يعني. لكن بقى الشغل الفعلي جه بقى عن طريق اوبريت ليوم الشهيد اوكي مع اداره الشؤون المعنويه، وكان بحضور سياده الرئيس اعتقد من 2022 بس ما كانش البوب لوحده، كان هو اعتقد مي فاروق. كان البوب ومي فاروق وجنات واحمد جمال. اوكي. كان غنوه اسمها ابن ابن واحمد جمال انت عامل له نشيد العشيين. ده اغنيه جميله. ده كان انت والعشي صح؟ انا والعشي طبعا حبيبي صديقي العزيز. العشي هيبقى معايا في حلقه جهزوا على العيال بتشتمني جايب لكم اولي ضرر. كمل يا باشا. كانت نشيد العشيين. بالمناسبه دي الحمد لله برضو من الاغاني اللي عملت فيدباك لطيف جدا طبعا. بالذات في الافراح لانه كان الفالس كان وحشنا شويه الفتره دي. يعني الحمد لله حسيت انها كانت حاجه جريئه شويه واتبسطت انه غنوه فالس بكلام يعني يعتبر مش عايز اقول مجعلص بس كلام عميق. واحمد جمال طبعا فنان كبير جداً. واحساسه حلو. والعشي يا لهوي عاملها كانها فيري تيلز وايت هارموني صراحه عظيمه. وبالمناسبه يا جماعه انا عايز اقول لكم معلومه عن احمد الانسان يعني بعيدا عن ملحن. احمد انشف واحد بيلعب كوره واخشن واحد هو بيدخل ايه علاقه يذبحنا عشان انا افتكرت موقف. انا حضرني موقف ايه. انا حضرني مجزره. احنا بنلعب مره كنا بنلعب ومعانا الفنان هيثم شاكر واحمد جمال وانا فاكر، وراح دخل على هيثم شاكر دخله مبطله كوره اقسم بالله. قلت له
النمره ولا النجم ولا بتعمل كده في النجم. هيثم وقع على الارض قال له يا ابني كنت هاخد منك لحن انت فيها كده حرام عليك. انا كان عاجبني حاجات عندك يا اخي. حرام عليك. بالمناسبة بيدخل يقتلك يا هو الهدف ان هو يقتلك، هو مش عايز ياخد الكوره ليه داخل. فاقول له يا ابني، بيقول لي يعدي مني لو انا مش راجل. اقول له يا عم ده انت راجل جدا، مش معقول اللي انت بتعمله. فلا لا 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 مش ممكن. دي ما تبانش اللي هو فكره اللي انا بحاول يا عم ارسم شخصيه مش معينه. هشيلك كده اروح لافف شايلك يا ابني في انا عملت لك ايه. فمش ممكن بجد يعني الفنان هيثم شاكر بوجه له تحيه اصلا انه لسه يعني باقي على علاقته بيا لحد دلوقتي بعد اللي انا عملته في الماتش ده بصراحه. انا اليوم ده اللي قاعد جنبي قال لي انت بتعمل فيديوهات على النت؟ قلت له على حسب. قال لي انت باتمان؟ قلت له انا الباقي تؤمر في ايه فاهم انت؟ عايز اشتكي لك من واد عندكم؟ قلت له يا باشا عنين اجيبه لك دلوقتي. لا مش ممكن. برضه في مره تانية لما كنتوا بتلعبوا في التجمع، كنت انت وسامر ابو طالب واسامه وجوه اللي بيلعبوا كلهم مزيكاتيه، بس ده ايه، ده مش الشامبيونز ليج، دي الرويال رامبل. العيال بقى انا شايف ناس عماله تقع وانا عندي صليبي انا راجل ورايح. ايوه يا عم وجيت دخلت جول. ما انا ما تحرقش بقى. فانا قاعد ما تنزل تلعب. قلت يا جماعه انزل العب ايه يا جماعه؟ انا قاعد يا عم انزل يا جماعه، انا هنزل ارقص في فرح، انا لابس ملكي مش هينفع، تعالى بس. فنزلت وقفوني جول. قلت له لا ما انا انزل العب يا ما تضايقونيش. فلقيت سامر بصراحه يا جماعه بالراحه الراجل ده مصاب. فانا داخل اول كره بالعرض رحت حاططها جول. فلو كله بص لي اللي هو انت كده مصاب ما شاء طلع الله. عنده. فتمام الكره اللي بعدها برضو العيال مراعيه، فكل واحد ماسك واحد مش هيدخل عليا ببطن رجلي في المقص. لقيت اسامه سامي تعالى بقى. قلت له لا انا اتهرشت السلام عليكم. انت طلعت بتعرف تلعب؟ قلت له ما قلتلكش ان عندي عليك اصلا بقول لك دي من اسلحتي برضه وانا داخل اهي فريت له احمد دي الكوره يا عم اهي. ادخلت السرور على اخي المسلم. يا واحد اتفضل يا حبيبي انت برضه من التكنيكس اللي بستخدمها اللي هو اقوم داخل مسرح في اللي قدامي فاللي هو يا عم خد يا عم. وانا ولا سريع ولا انا يا باشا مين اسرع معنا الفرقه ولا كل ما تشوف نجري احلم ابسط. هو ده اللي انا بعمله فاهم. فلا لا فيا جماعه هذا الشاب الرقيق ده تنين مجنح وسفاح وياما سيح بالدماء وساح دهون يعني فاهم انت. اتمنى انا مبسوط جدا باللقاء ده. وطبعا انا مداري بلاوي يا جماعه. انا ماسك على الناس دي حاجه، دي هتبقى حاجه لوحدها، دي هتبقى دي نازله على الديب ويب دي عشان ما حدش يقفشنا. انا مبسوط باللقاء ده جدا وربنا يديم المعروف ويديم فنك يا حبيبي. ونسمع حاجات جميله وان شاء الله تشتغل مع اكبر نجوم الوطن العربي يا رب يا حبيبي. ربنا يوفقك. ودي كانت حلقات او حلقه من بادكاست، وانتظرونا في الحلقات القادمه باذن الله. السلام عليكم.